في حاجه بس كانت يعني كوميديه شويه، او الناس خدتها بشكل كوميدي شويه على بعض الصفحات، بتتكلم ان ساديو ماني ممكن يكون احد اللعيبه اللي موجوده مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، على اساس ان هو ينتقل على سبيل الاعاره للنادي الاهلي من صفوف نادي النصر السعودي، بتمويل بقى من احدى الناس المحبين للنادي الاهلي او عن طريق احدى الشركات. ولكن لما لقينا طبعا الاخبار، حتى لما نلاقي ان احنا مش مقتنعين بالاخبار بس بنحاول برضه نروح لمصادر او مصادرنا داخل النادي الاهلي تاكد لنا الموضوع او تنفيه، رحنا لاحد المسؤولين داخل النادي الاهلي وسالنا هل فعلا ساديو ماني في اي كلام عليه من اي نوع. الراجل ضحك طبعا، قال طبعا الموضوع صعب جدا، الراجل مرتبه بعيد جدا جدا. قال لي كلمه ثانيه معبره جدا عن الموضوع، قال لي احنا اساسا عايزين نمشي اللعيبه بتوعنا الاجانب عشان مش عارفين ندفع مرتباتهم. يعني عندنا مشكله، يعني احنا دلوقتي واحنا بنمشي. سالني سؤال، قال لي واحنا ليه عايزين نمشي علي معلول؟ هل فنيا؟ قلت له لا طبعا. قال لي طيب اذا احنا عندنا. على ما فهمت من الموضوع ان ساديو ماني جاي النادي الاهلي اعاره 6 شهور، ودي هتبقى هديه تركي آل الشيخ لجماهير النادي الاهلي. تركي آل الشيخ بيحاول يسعد جماهير النادي الاهلي بكافه الطرق. وفي كلام تاني بيقول ان محمود تريزيجيه لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب منتخب مصر الحالي هيكون موجود مع النادي الاهلي اعاره 6 شهور علشان كاس العالم للانديه، لان كاس العالم للانديه السنه دي هيكون دي اقوى نسخه لكاس العالم للانديه.